السلام عليكم ورحمة الله. بنعرفها معاكم من سويسرا من جديد. الفيديو هذا كما شفتوا العنوان باش نعطيكم أكبر فضيحة صارت في تاريخ الجمهورية التونسية وأكبر سر تستروا عليه المجرمين والعملاء من أول الدنيا من وقت الزين معناها حتى اليومنا هذا، بما فيهم جرذان الناتو نتاع النهضة اللي هما شادين البلاد في الوقت الحالي. باهي، قبل ما نبدا لكم في المعلومة في الفضيحة نحب نذكركم في بعض الأشياء اللي أنتم تعرفوها وبعض الأشياء اللي أنا أعطيتها لكم معلومات. شفتوا بعينيكم الفيديو نتاع الجيش وقتها حاول يهرب عماد طرابلسي بعد ما خرج الفيديو شدوه. شفتوا بعينيكم الفيديو نتاع قوات الامن هبطوا لكم، ما عنديش برشا اللي يقولوا اللي هما قاموا بالقبض على قناص من الجيش وبعدها ما يعرفوش عليهم وينهم. شفتوا بعينيكم الفيديو اللي تم حذفه اللي فيه اعوان امن يقولوا الرصاص اللي تم اطلاقه على الظاهرين واللي تم قتل الشهداء في تونس، النوع نتاع الرصاص هذاك ما عندهمش منه، ما عنده منه كان الجيش. نذكركم في المعلومات اللي عطيتها لكم انا وفي الفضايح. نذكركم الفضيحه نتاع النفايه الذريه ديشا نوكليير اللي جابهم بن علي ورشيد عمار في سفينه مليانه بالسموم رسات في زرزيس وقاموا بدفنهم في الجبال منطقه الحامه ومنطقه كامله مرضت بالسرطان بالكونسير، واللي خذاوا عليهم نقود كبيره. نذكركم في الفضيحه نتاع رشيد عمار وبعض العناصر الحكومه بعد الثوره اللي قاموا بصفقه مع مجرمين رجال اعمال، قاموا بحرق غابه من اهم الغابات اللي في تونس اللي فيها مقبره رومانيه قديمه اكثر من 600 سنه. قاموا بحرق واعطيتكم الاسامي نتاع الناس اللي حرقت واللي داخله في الحكايه، وتم توقيفهم بعض الايام واطلقوا سراحهم واعطاوهم رخصه البناء ورخصه ادخال الكهرباء. يعني جريمه. وجرين بيس قالت اللي الغابه ذي يلزمها اكثر من 60 سنه باش تعاود تطلع، لكن مش باش تطلع، باش يبنيو في بلاصتها فيلات باش يبيعوهم بالمليارات. اعطيتكم المعلومه في السابق نتاع رشيد عمار اللي حرق السنتر كوميرسيال نتاع جيون وخذا مليار اسبيس نقود، هو شخصيا خذاهم من عند كارفور. وعده فضايح اخرى حكيت لكم عليها في السابق. قبل ما ندخل في المعلومه اللي باش نقولها لكم توا، انا كيف معناها برشا من التوانسه استنينا وصبرنا. ورشيد عمار كيف التوانسه قاعد يشوف الاعتداءات وفي العنف وفي الفضايح اللي صايره في الكليات وفي تدنيس العلم وفي تدخيل ولاد الخالات وولاد العمات في المناصب وفي تجاره الدين وفي الفتنه اللي قاعده تقوم بها جرذان الناتو عملاء اسرائيل وامريكا الخونه نتاع حركه النهضه الوسيخه القذره. قاعد يشوف في هذا الكل وساكت، اولا على خاطر هما لاوين له يده عندهم عليه برشا فضايح، وثانيا على خاطر هو عميل وداخل معاهم في المؤامره لتخريب البلاد ولتحطيمها ولتركيع الشعب. الفضيحه اللي باش نعطيها لكم في الوقت الحالي عندي مده من اللي عندي منها، اخترت الوقت هذا مناسب لانه رشيد عمار تاكدت كيف برشا من الناس كيف الشعب الكل لانه خائن وعميل ولانه مش باش يتصلح باش يكمل لك كيف بن جعفر كيف برشا الشيب والعيب معناها ما فيه حتى دواء. وحبيت نبين لكم بالفضيحه هذه بعد برشا فضايح شفتها وعرفتها وقلت لكم انا عليها وشفتوا انتم بعينيكم اللي الانسان هذا اكبر مجرم في تاريخ الجمهوريه التونسيه، كيف الارهابيين الخونه العملاء نتاع حركه النهضه. باهي باش نبدا لكم في الحكايه. المقدم ابراهيم بن عامر هو اقوى واشرف واكثر انسان وطني خرجته الجمهوريه التونسيه الى يومنا هذا. عنده ذكاء كبير وخبره وتفوق كبير في مجال الطيران الحربي. وهو كان موجود ويخدم في تونس وقت اللي كان جورج بوش. نرجع لكم الحكايه علاش كان جورج بوش رئيس امريكا. السيد هذا قام بديستاج تكنيك في مختلف بلدان بما فيهم فرنسا وايطاليا وامريكا والصين. المواطن هذا تلقى اموال طايله وعروض كبيره وجنسيات اجنبيه ورفضها الكل لانه حب يقعد في تونس. عملوا مره مناورات مشتركه امريكيه تونسيه، وهذه هي المره اللي حطت فيها امريكا شدت صحيح حبت باي طريقه تاخذ الطياره ذي يولي يخدم معاها اللي هو بالطياره التونسيه المتواضعه الاف 5. في المناورات هذه قدر بالتغلب على الاف 5 الامريكيه، وهذه الامريكان قعدوا مصدومين منها وشدوا صحيح حبوا يعني عرضوا عليه وقاموا بالاتصال حتى بعائلته، لكن هو رفض وعائلته رفضت. عمل حتى في المده الاخرى اللي كان فيها موجود في تونس كونفيرونس في الاكاديمي ميليتير، وكانوا حاضرين فيها معناها كوادر من الجيش التونسي والجيوش الاجنبيه زاد. قاموا بعد ما الامريكان نظموا مناورات جديده مع تونس، طلعوا بحكايه شنو قال الطائره نتاعو سقطت في منطقه بنزرت. قام الجيش التونسي بالمسرحيه شنو قال لوج شويه على الطياره، من بعد هزوا صندوق فارغ لدارهم الجيش التونسي والجيش الامريكي الزوز، قاموا هزوا بصندوق فارغ على اساس الجثه نتاعو دخلوها لدارهم. اخته اكثر انسانه شكت، دارهم الكل شاكين حتى اليومين هذا، اكثر انسانه شكت في الحكايه هي اخته اللي ضربت الصندوق
ولقاته فارغ باين ما فيهوش عبد. واكبر دليل على هذا اللي زين العابدين منع العائله نتاعو من حضور الدفن، وبعد الدفن ثم قوات امن قعدوا يحرسوا في الجبانه، معناها هذا اكبر دليل. جورج بوش عمل صفقه هو وبن علي والجنرال المجرم الكلب العميل رشيد عمار، اعطى للبحريه التونسيه سفينه كي وصلت البنزرة هكا سماوها سلامبو. هذيك هي الصفقه معناها الكادو معاه بالطبيعه مبلغ مالي مهم، ومعها السفينه هذه باش يقوموا بالاختطاف، وقاموا بالاختطاف نتاع المقدم ابراهيم بن عامر. هو موجود في الوقت الحالي حي ماهوش ميت في امريكا، عملوا له غسيل مخ وعايش بهويه اخرى. تقدمت العائله نتاعو اللي عارفه وشاكه في الحكايه، كما نقول لك قلب المؤمن خبيره، ومستحيل عائلته بشغلته عندهم احساس وفاقوا من الدقيقه الاولى اللي فما كذبه وفما حكايه. وتقدموا بعد الثوره بمطلب للوزير الاول اللي كان الغنوشي وللسبسي باش يحلوا القبر، وبالطبيعه تم الرفض لانه كلهم عملاء وخونه، والسر هذايا اسيادهم في امريكا ما يحبوش يخرج. انا يا عائله ابراهيم بن عامر كان فما شكون باش يسمعني من عائلته ولا من اقاربه 100% باش يسمعوني، انا ناكد لكم اللي ولدكم حي، واللي المعلومه هذه جايبها من مصادر قويه برشا وعاليه برشا. واللي انا عمري ما كنت ناخذ الريسك الخطر باش نكذب كذبه كيف هذه. علاش؟ خاطر جرذان النهضه كيما تعرفوا شادين 24 على 24 وزاره الداخليه يتبعوا فيا، حاولوا فيا باش نغلط بركه باش يطلعوني شنو قال كذاب ونحكي في نابورت كوا. المعلومه هذه صحيحه كيما ربي واحد. انا ماذا بيا كان اصحابه الشاكين في الحكايه ولا دارهم يتصلوا بيا. انا زيد ناكد لكم اللي الشيء اللي نعرفه في الدوسي هذا الكل هاني قلته لكم، المعلومه صحيحه 10 مليارات في المية. هذه جريمه من اكبر الجرائم وفضيحه من اكبر الفضايح اللي قام بها التجمع الدستوري الديمقراطي. عائله بن علي شخصيا قام بها صفقه، هو والجنرال عمار اللي اكبر مجرم واكبر خائن، واللي يلزم يتحاسب على الاجرام اللي قام به في حق الشعب. وانا كما تحديتكم ديما نتحداكم بالنسبه للحشرات والميكروبات والفيروسات اللي معبي بهم فيسبوك اللي باش يقولوا نكذب. انا نتمنى ان انتم تحاولوا تجيبوا دليل اللي انا كتبت فيها الحكايه ذي، هذا شو نتمنى. في اخر الفيديو نتاعي نتوجه بتحيه شكر تقدير واحترام الاخ والصديق مصلح سير الدين. علاش؟ على خاطر انا في المده هذه قاموا صحاب يعرفوا اللي يتبعوا فيا بلوكوا لي زوز ارصده في الفيسبوك. صالح سير الدين مصلح سير الدين قاموا باقفال 3 ارصده نتاعو في الفيسبوك، واكثر حاجه قاموا بها هي اقفال الرصيد نتاعو في يوتيوب اللي فيه اكثر من 600 الف شخص. يعني هذا اكبر دليل اللي مصلح سير الدين قاعد يقول في كلام صحيح ويوجع فيهم ويفضح فيهم. مصلح سير الدين عمره ما دخل في الكره وفي الفتنه. مصلح سير الدين ماهوش وحده، احنا كلنا اصدقاء، عندنا عدد كبير نتاع ناس تعمل فيديوهات وتهبط في المعلومات، كلنا اصدقاء وفي اتصال. وتسكروا له الرصيد نتاعو بعد 24 يحل الرصيد ونعاودوا نقعدوا في اتصال ونعاودوا نعبيو الرصيد من جديد. انا نحب نحييك يا مصلح على الشجاعه نتاعك، ونشكرك على المجهود الكبير اللي عملته، واللي ساهمت انت مساهمه كبيره في النجاح اللي قاعده تحقق فيه القوات السوريه على جرذان الناتو، واللي دفعت في السابق على تونس ضد جرذان النهضه، ودفعت على ليبيا ضد جرذان الناتو نتاع ليبيا. نشكرك ونحييك، ونحب نقول لك اللي احنا متحدين اليد في اليد، واللي المقاومه ضد جرذان ما زالت. نحب نقول لكم حاجه في الاخر، انا هبطت لكم برشا معلومات وبرشا فضايح، وصحابي والناس اللي تبع فيها تعرف، وما فما حد جاب الدليل انا نكذب. نزيد نعطيكم المعلومه هذه اللي اعطيتها لكم لاكبر فضيحه في تاريخ تونس، ونتحداكم ونعرفها صحيحه. وعائله الشهيد، بون انا قلت شهيد هو حي، يعني انا بيدي كذبوا كذبه وانا صدقت. عائله الانسان اللي قالوا مات المقدم ابراهيم بن عامر يعرفوا الحكايه متاكدين. القبر نتاعو يا اما باش تلقاوه فارغ، ولا باش كان الجيش الايامات هذه باش يسمع الفيديو باش يحط لكم عظم نتاع انسان ماهوش هو. تعملوا تيست اديان تلقاوه ماهوش ولدكم يا ولادي، راهو موجود في امريكا وانتم ديجا شاكين وعارفين الحكايه، وذاك علاش تقدمتوا بعده مطالب لفتح القبر. ناكد لكم انا 100% ماذا بيا كانوا تتصلوا بيا انتم العائله ولا اصحابه اللي عارفين شنو الفضيحه اللي صارت. انا بنعرفها من سويسرا، نتحداكم كلبا وشخصا شخصا حاشا الرجال والناس اللي تسوى والاشراف والناس الوطنيين اللي يحبوا البيت. جرذان الناتو نتحداكم واحد، وما زلت باش نتحداكم، والفضايح نتاعكم كيما جبتها ما زلت باش نجيبها، وذا اللي يتقال شويه وما زال عندنا برشا دوسيات باش نهبطوها في الوقت المناسب. شكرا، السلام عليكم.